فيلمنا بيبدأ بجاك ومراته هانا وهما في ولادة بنتهم التالتة، وكانوا طايرين من الفرح. بس للأسف الفرحة ما كملتش والمولودة ماتت، وبعد كده الاتنين دخلوا في حالة حزن. بس مع الوقت قرروا يشدوا حيلهم عشان خاطر ولادهم كايل وستيف. جاك كان بيقضي معظم وقته في الشغل وبيتواصل مع مراته وعياله من خلال النت، وهانا كانت دايما بتحكي له انها لسه موجوعة على بنتها بس بتحاول تصمد عشان ما تخسرش باقي ولادها. وبعدها جاك اقترح عليهم انهم يسافروا شوية يغيروا جو، وفعلا اختار لهم طوكيو وحجز لهم بيت قريب من البحر. الدنيا وقتها كانت ماشية تمام، بس فجأة حصلت مشكلة في أمريكا والبلد منعت الأجازات، فجاك ما قدرش يسافر معاهم، وهانا اضطرت تسافر مع الولاد لوحدها. ولما وصلت طوكيو كلمت جاك وقالت له انهم وصلوا بالسلامة وان العيال مبسوطين جدا بالبلد، راحوا متاحف واتفسحوا، وكانت حاسة ان كل حاجة ماشية تمام، ما كانش ناقصهم بس غير وجوده. وفي يوم كانت بتكلموا فيديو وهم على شط البحيرة، وكان جاك بيحيي الجيران الجداد، وفجأة سمع صوت صريخ، وهانا كانت بتجري وبتنده على كايل، وجاك المسكين واقف على التليفون مش فاهم ايه اللي بيحصل. وفي لحظة النت اتقلب بخبر غرق طفل في البحيرة، والطفل ده كان كايل. جاروا بيه على المستشفى، وستيف اتصل بأبوه يطمنه وقال له إن جيسي الجارة الجديدة هي اللي أنقذته. وبعدها جاك شاف فيديوهات على النت ولاحظ إن أول ما كايل فاق نزل من بقه سائل لونه أخضر غريب، فابتدى يشك في حاجة مش طبيعية. كلم صاحبه جيم اللي في اليابان وطلب منه يروح يطمن بنفسه، وشوية كده كايل فاق وبقى كويس. وهانا خرجت تتسوق وكلمت جاك وبتقوله إنها لاحظت إن كايل بقى مدمن خيار من يوم ما فاق، وبيبقى حابب يقعد لوحده، وكمان هتسيب ستيف معاه شوية وترجع تجيب الحاجات اللي نسيتها. وجاك رغم إنه كان متضايق وافق وفضل يتكلم معاهم شوية ويرجع يشتغل، لكن فجأة سمع صوت عالي، ولما ركز اكتشف ان كايل عد ستيف. ومن هنا بدأ يدور على النت عن إصابات مشابهة حصلت في البحيرة، وابتدى يربط الأحداث، وخصوصا ان عينيه كانت بتنور أخضر والموضوع مش طبيعي خالص. وعلشان كده اتصل بدكتور ياباني اسمه شينجي، وده اللي كان بيتابع حالة كايل، وقال له ما تقلقش دي مجرد صدمة وهتعدي. بس جاك ما اقتنعش لأنه أول مرة يشوف ابنه بالشكل ده. والغريب بقى إن الدكتور أصر إن كايل ما يسافرش الفترة دي، لأنه عرف من هانا إنها ناوية ترجع أمريكا، وقال إن السفر ممكن يضره، وبيبعت له فيديو من آخر جلسة علاج نفسي لكايل، وفيها بيطلب منه يفتكر لحظة الغرق، بس ملامحه كانت مرعبة. جاك ابتدى يخاف أكتر وكمل إنه يدور على النت، وفجأة لقى إن في حالات مشابهة لأطفال اتلبسوا بعد ما تعرضوا لحادث في البحيرة، والموضوع شكله مش عادي. الواد شكله اتلبس فعلا. وفي وسط الرعب ده جات له رسالة من هانا بتسأله تجيب ايه لكايل في عيد ميلاده، وبتقوله انها لاحظت انه بيتفرج على فيديوهات حشرات طول الوقت، وكمان نشر فيديو على صفحته وكتب عليه حبي الجديد. وبعدها اتصلت بيه عشان توريه الاحتفال، وكان بعت لهم هدايا وتورته على شكل سبايدر مان. بس فجأة كايل قال لأمه بصي وراكي، ولما بصت ما لقيتش حد، قالت له حرام عليك. بس جاك كان شايفه فعلا ودخل بسرعة على صفحته ولاحظ ان كايل فجأة بقى بيتكلم ياباني بطلاقة. سأل هانا وهي استغربت وقالت له ده احنا بنعاني نتكلم كلمتين على بعض. وبالليل جاك اتكلم معاهم تاني وحضر الحفلة بالفيديو، وكان جايب لكايل طيارة لعبة وخرجوا يلعبوا بيها. بس كايل جرى فجأة لوحده وركب الطيارة الموبايل وساب ستيف. الطيارة طارت بعيد، وكايل دخل البحيرة عشان يشد الحبل، وكان بيعوم بطريقة غريبة، لكن اللاب فصل شحن. وأول ما شحنه اتصل بكايل بس الواد ما ردش، وشوية وستيف بعت له رسالة بيقول له انه لاحظ ان في حاجة غريبة على اخوه. بس جاك حاول يهديه وقال له انه متابعهم لحظة بلحظة. لكن المفاجأة بقى ان جاك لما شاف الكاميرات شاف كايل بياكل خيار بطريقة مقرفة، والستارة كانت بتتحرك لوحدها، وكمان تحت السرير كان في مزرعة خيار وكل الخيار عليه عفن وحشرات. وقتها انفجر فهانا في التليفون وقال لها انها مش مركزة مع العيال، بس هي ما سكتتش وردت عليه وقالت انه مجرد صوت في مكالمة فيديو، وهي اللي شايلة البيت والعيال لوحدها، وقفلت السكة في وشه. وتاني يوم جاك صحى وفتح الكاميرات وشاف هانا على شط البحيرة بتودع بنتها اللي ماتت، وبتقول لها كان نفسي
تفضلي في حضني، تعبت من كتر الضغط، نفسي أروح لك. وجاك كان قاعد بيعيط ومش قادر يعمل أي حاجة، حاسس بالعجز ومخنوق لأنه مش عارف ينقذ ابنه، ولحد ما جات له رسالة بتقوله إن أخيرا اتقبل في جروب غموض البحيرة، الجروب اللي كان بيحاول يدخل فيه بقاله كتير. وبعد كده بيكتشف من الجروب إن كل مرة الكاميرا بتشوش فيها وقت ما كايل بيظهر، ده بيكون بسبب وجود كائن اسمه جامايكا في نفس المكان. وبيبدأ يشوف فيديوهات مرعبة عن الكائن ده، وبيبعت لصاحبه جيم بيطلب مساعدته، وبيفضل مستنيه يرد. وفي الوقت ده بتجيله رسائل كتير من هانا وستيف، وأول ما بيرد على هانا بتقوله إن ستيف مختفي من بالليل، وبتقوله إنها داخلة تبلغ الشرطة فورا. وبعدها بيفتح رسالة من ستيف بيلاقيه بيقوله إنه رايح يدور على الحقيقة بنفسه الليلة. وساعتها جاك بيحدد مكان ستيف بسرعة وبيبعت الموقع لهانا، وبعد كده بيكمل وبيتفرج على الفيديوهات اللي ستيف كان باعتها، وبيشوف فعلا إنه كان ماشي وراه كايل. في اللحظة دي جيم بيرد عليه وبيتفقوا إنهم يجيبوا حد يراقب البيت ويحمي العيلة. وبعدها ستيف بيرجع يتواصل مع جاك وبيقوله إنه عايز يكلمه في حاجة مهمة، وبيحكي له إن كايل اختفى فجأة في الغابة وكان في أشباح حواليه. فجاك بيقوله إنه هيبعت له كاميرات زيادة يركبها في باقي البيت بس من غير ما هانا وكايل يعرفوا. وبعدها جاك بيتفاجئ من ابنه إن هانا رجعت تاخد مهدئات تاني، وبيقفل مع ستيف ويروح يكلم جيم ويقوله إنه مش هيسكت غير لما يفهم إيه اللي حصل مع كايل، ولازم يلاقوا حل للولد قبل ما يتدمر. وبيأكد له إن القصة دي وراها أرواح شريرة وإنه هيدور على حد بيفهم في الأمور دي. وفي الناحية التانية ستيف كان ركب كل الكاميرات، وفعلا جاك قدر يشوف ابنه بوضوح وهو قاعد في الأوضة. وأول ما بيكلم كايل بيلاقيه بيتكلم مع الحيطة وهو بياكل خيار، شكله كان مجنون حرفيا. وأول ما بيقوله إن مامتك بتناديك فجأة الشاشة بتشوش، وبيعرف جاك إن جامايكا ظهر تاني، وبيشوف على جسم كايل حشرات كتير، وبيجري يبلغ هانا بس للأسف ما كانتش مصدقة خالص، وبتقوله إنها منضفة البيت كويس ومفيش فيه أي حشرات. وتاني يوم الصبح جيم بيكلم جاك وبيقوله إنه هيركب كاميرات في الغابة عشان يشوف إيه اللي بيحصل حوالين كايل. ولسه جاك هيرد هانا بتتصل بيه منهارة وبتقوله الحقني يا جاك، كايل حالته اتقلبت والواد كان بيكسر في كل حاجة وبيصرخ. فجاك بيحاول يهديها ويطمنها إن ابنهم هيكون كويس. وفي نفس الوقت جيم بيبدأ يحس إن الموضوع أكبر من اللي كانوا متخيلينه، وبيكلم جاك وبيقوله إنهم محتاجين معالج روحاني، وبيروحوا فعلا لبويا. أول ما شاف الفيديو قال لهم على طول دي قبيلة كابا، أرواح شريرة معروفة من زمان، بيحبوا ياكلوا الخيار ويظهروا للأطفال عن طريق البحيرة. وبيحكي له كمان إن آخر حالة منهم كانت من 15 سنة وانتهت بموت الشخص اللي كانت الروح لبسته. وبيأكد لجاك إنه لازم يلحق ابنه بسرعة قبل ما الأرواح تبلع روحه ومحدش يعرف ينقذه. وطبعا جاك قرر يتحرك فورا وطلب من جيم يدور على كل الكتب اللي اتكلمت عن أسطورة كابا، وفضل هو كمان يقرأ عنهم. وفي اللحظة دي بويا بيقول لهم إن الحل الوحيد انهم يتخلصوا من الروح يا اما بالنار يا اما بالرصاص. وبيحكي له عن راجل حاول ينقذ ابنه زمان بس للاسف الطفل مات والراجل اتحبس لان الناس ما صدقتش موضوع الارواح. فجاك بيحاول يوصل للراجل ده باي طريقه، وبيعرف انه اضطر يحرق البيت اللي كان فيه الارواح عشان ينقذ ابنه. وفي نفس الوقت جيم بيقول له ان ابويا حدد انهم يتحركوا بالليل، فجاك قال له استنى انا جاي معاك، بس كان مشغول في شغله ومش عارف يسيبه. وفضل يعافر لحد ما وصل للراجل اللي واجه قبيلة كابا قبل كده، وقال له بصراحة لو ما لحقتش ابنك خلاص الأرواح هتسيطر على روحه بالكامل. وبالليل جيم قرر يدخل الغابة لوحده وقال لجاك معايا السلاح وناوي أخلص عليهم. جاك حاول يقنعه يستنى بس جيم أصر ورفع إزازة كحول كده وقال أنا جاهز. وجاك كان على التليفون معاه لحظة بلحظة. وبعدها جاك بيكلم هانا يطمن عليها، وأول ما بيكلمها بيشوف حشرة كبيرة وراها على الحيطة، وبيعرف إن قبيلة كابا دخلت البيت، فبيقول لها اهربي حالا، لكن هي بكل بساطة بتهشها وبتقول له ما هو راح لحاله خلاص، وكان باين عليها شربت كاسين 3. وجاك بيرجع يكلم جيم بس بيتصدم لما بيلاقي الأشباح حواليه، وجيم بيجري من المكان بس بعد لحظات بيقرر يواجههم، وللأسف هم اللي خلصوا عليه الأول. وجاك أول ما عرف اتجنن فعلا وقرر يجري يلحق عيلته، وساب شغله من غير ما يقول لحد، حتى لما رئيسه عمل له مشكلة ما اهتمش، وفضل يتصل بهانا طول الطريق بس ما كانتش بترد. وأول ما دخل البيت طلع تليفونه
وصور فيديو يثبت كل حاجة، بس المصيبة إنه لقى هانا ميتة في البانيو وحواليها حشرات خضرا كتير، وجرى بسرعة ينقذ كايل وستيف وخرجهم من البيت، وبعدها ولع في البيت كله لأنه عارف إن الأرواح مش هتخرج إلا كده. وتاني يوم البلد كلها اتقلبت وقبضوا على جاك، والكل اتصدم من الفيديو اللي كان معاه، بس محدش صدق إن في كائنات غريبة، وكانوا عاوزين يعرفوا سبب الحريقة الحقيقي. وعلى الرغم إن كل الناس كانت بتشهد إن جاك رجل محترم وطيب، إلا إن محدش قدر يفهم الحقيقة. بس جاك نفسه ما كانش فارق معاه لا سجن ولا غيره، لأنه أنقذ أولاده وده كان الأهم بالنسبة له. والخلاصة بقى، الفيلم بالنسبة لي بيقول حاجة مهمة جدا: الأب لما يكون موجود في البيت بس مش قريب من ولاده، المصايب بتحصل، وده رغم إن الأم قوية ومكافحة، بس وجود الأب مهم جدا. يعني خد بالك من ولادك قبل ما يفوت الأوان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.